فراسلت نقيب الصحفيين السيد الدكتور المعالي مؤيد اللامي: السلام عليكم، وياك الاعلامي حيدر الحمداني، عبالي يعرفني حاله حال مقاريد، يابا عليه مذكره امر قبض وتحري. انتم تدرون لو ما تدرون ترى امر قبض كارثه. تعرفون شنو امر قبض وتحري؟ يعني القوات الامنيه مخوله الطب باي لحظه لبيتي، تاخذني تسحني سحل من قدام اطفالي وزوجتي، يسحلوني يطبون غرفه النوم. يابا تدري انت كنقيب صحفيين، شوفوا المحادثه، انا خارج العراق باجتماع مؤتمر، حتى سلام ما رد عليه. سلام ما رد. منو انت؟ ليش ما ترد السلام؟ ها؟ مسؤوليتك ترى ترد السلام، مسؤوليتك ترى تجاوب علينا، مسؤوليتك توكل محامين علينا. شنو مسؤوليتك؟ هسه انا جديات والله، انا من شفتك لحد الان انا ايش قد صار لي هسه تقريبا اكثر من 5 سنوات. خلنا صارحك اروح فدوه لك، لا تزعل لا تضوج. اذا واحد جاملك واذا واحد يخاف ممكن من عندكم او عنده مصلحه شخصيه، فانا ذني كل الماردين، لا جامل ولا ابد. من شفتك لحد الان انا صراحه ما يعني بس شغله واحده شفتها، استقبله وهنأه وباركه، ويوميا قاعد لك يم وزير، ويوميا قاعد لك يم شيخ، ويوميا قاعد لك يم سفير. وما اعرف هذا دور نقابه الصحفيين؟ هذا دورك هذا؟ اخوان، سبب مذكره القبض والتحري هي نقابه الصحفيين. يعني انا رحت الكركوك اتفاجئ انه القي المحكمه مخاطبه النقابه بشهر السادس، قال لهم علمونا المشكو منه حيدر خلف عضو بالنقابه، النقابه رادين ايه عضو. زين، غير تقولوا لهم يابا ايش عندكم وياه، شنو تردون؟ هذا شريف، حرامي، تاجر مخدرات، شنو هذا؟ غير تستفسرون؟ لو مالكم خليق طز. منو حيدر؟ انتم ناس تتعاملون فقط مع اللي تعرفونه، الشخص اللي تعرفونه، الشخص اللي ما تعرفونه طبه مرض. لهذا يا معالي النقيب، اذا مستحي او تخجل تقول لي يا حيدر ترى انت جاي تسبب لي حرج مع المسؤولين ومع الحكومه ومع الوزراء، فاني ما اقدر اوقف وياك، عادي سولفها احسن ما نوصل هاي المرحله. قل لي يابا ترى انا ما اقدر اوقف وياك، انت جاي تسبب لي مشاكل وانت لسانك باذر، فانت جاي تسبب لي مشاكل مع اصدقائي، فانا ما لي علاقه بيك. قل لي حتى انا ذي الساعه اقول لك يابا هاي الهويه مال النقابه، الله ومحمد وعلى وياك، وفلوس الاشتراكات ردوا لي اياها، اللي جاي تروح رواتب لكم. سببكم صدرت امر القبض والتحري، كانوا يفترض تبلغوني انه يابا عليك مذكره امر قبض وتحري بكركوك او عليك شكوى، روح راجع، مو اشوفها بالفيسبوك. لهذا راح اقيم على النقيب ونقابه الصحفيين دعوه قضائيه بجهاز الامن الوطني، لان بسببكم صدرت مذكره القبض والتحري، كان المفروض تبلغوني وما يوصل الموضوع لهالمرحله هاي. وارجع واقول لا تتعاملون بس ويا العرف، لا تتعاملون بس ويا العرف، وراجعوا انفسكم، لان انتم نقابه مهمتكم تدافعون عن حقوق الصحفيين. يا اخي بقيه النقابات شوفوهم، هسه نقيبه المحامين الست احلام اللام ذاك اليوم محاميه واحده ما اعرف ايش سوى لها، صدر عليها استقدام، قلبت الدنيا قلب، قلبت الدنيا قلب. شنو محاميه يصدر عليها استقدام؟ وانت حضرتك يوميه بدوله، ويوميه باجتماع، ويوميه يم سفير، ويوميه يم رئيس وزراء، ويوميه يم وزير.